تحية كبيرة، معاكم نويرة. النهاردة عاوز احكي لكم عن حاجة جديدة ومختلفة شوية، حاجة كنت بحلم بيها من زمان وبشوفها منتشرة بره مصر جدا، لكن ما شفتهاش في مصر لحد ما فجأة عيني لمحتها، ومن ساعتها مش عارف ابطل تفكير فيها، وعمال اتفرج لها على فيديوهات للأجانب وازاي عملوها. الحاجة دي هي الكرفان الجميل اللي قدامكم ده. انا كنت ماشي عادي في العسلة او العصلة زي ما بيقول عليها اهل دهب، وفجأة لقيت ده قدامي، الحاجة اللي كنت بحلم بيها من زمان. لقيت نفسي تلقائيا رايح اتعرف على صاحب الكرفان واسأله على التفاصيل، عملها ازاي وترخيصها ايه وكده. وهو شاب لطيف من القاهرة اسمه يوسف، واشترى العربية دي وقرر انها تكون بيته المتنقل اللي ممكن يروح بيه في اي مكان بسهولة. الفكرة هنا ان الكرفان ده بيديلك حرية كبيرة، واحسن من انك تشتري عقار ثابت في المكان. وخليني اقول لكم ليه. اول حاجة واهم حاجة، الكرفان ده بيديلك حرية كبيرة جدا في التنقل. يعني لو زهقت من المكان ده هتروح المكان ده بكل سهولة. وما تنساش ان دهب فيها اماكن كتير جدا جميلة، فتقدر كل شوية تغير المكان اللي بتقعد فيه. الكرفان تكاليفه اقل بكتير جدا من انك تشتري شقة او بيت في المكان اللي بتحلم بيه، يعني مش هتدفع اسعار خيالية. وجودك في كرفان في دهب بيديلك فرصة تعيش وسط الطبيعة. تخيل انت كده البحر قدامك والجبال في ظهرك، ده اصلا لوحده متعة. انت مثلا يعني لو فكرت تشتري حاجة صف اول على البحر، هتدفع رقم محترم جدا، وبرضه هيفضل ثابت في مكان واحد. انت متخيل ان انت بالكرفان ممكن بالليل مثلا تبات في العصلة، بالنهار تاخد البيت بتاعك وتطلع تقعد على اللاجونة. الخلاصة هو ان الكرفان في دهب فكرة عبقرية بصراحة لكل اللي بيحبوا السفر والترحال، خصوصا لو شغلك مش معتمد على مكان محدد وتقدر تعمله اونلاين. ساعتها انت حرفيا مش محتاج اكتر من الكرفان ده، وعيش حياتك يا باشا. مش هطول عليكم، قولوا طول. الفيديو ده كده خلص، لكن فيديوهاتي عن دهب لسه ما خلصتش. اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام.